اول ميزه هتلاحظوها وهي الميزه بتاعه النوتيفيكيشن سنتر او شريط الاشعارات او ستاره الاشعارات. اول ما هتيجي تنزلها هتلاقي فيه اختلاف في الالوان شديد جدا. دلوقتي بقى بيستخدموا اللون الابيض مع الاسود مع الرمادي. الاول كان بيبقى فيه اللون الازرق المميز بتاع الوان يو اي، وكان بادئ اللون الازرق ده من ايام الوان يو اي 1. كان لونه لبني فاتح ودلوقتي ازرق غامق. حاليا شالوا الازرق ده اساسا. طيب نكمل. هتلاقي الوضع مفيش اي اختلاف. حاسس ان هو مفيش اي جديد. شوية الوان متغيرة، بس اللي اتغير مش شوية الوان، اللي اتغير شكل الستارة كلها اتغيرت. دلوقتي هتلاحظ ان الساعة ما بقتش في النص زي الاول، بقت فوق هي والتاريخ. هتلاقي ان انت عندك دلوقتي في ايقونات اساسية محطوطة على جنب، زي الواي فاي، بلوتوث، عندك السمارت فيو اللي انت بتقدر تفتح من شاشة الجهاز لشاشة سمارت، والديفايس كنترول لو انت عندك جهاز سمارت تقدر تتعامل معاه من هنا. في عندك الدارك مود بقى هنا، الاي شيلد ده اللي هو بيخلي الشاشة تبقى صفرة شوية عشان تحميك من الأشعة الزرقاء بتاعت الشاشات. والشريط بتاع الإضاءة ذات نفسه بقى ليه يعني جزء مخصص ليه، على عكس ما هو كان بيبقى تحت خالص كده. طيب التغيير شكله لطيف لبعض الناس ووحش للناس الأخرى. طيب في حاجات برضو اتغيرت. الأول كنا مثلا ندوس هنا على الاسم بتاع الواي فاي يظهر الشكل ده. انت دلوقتي لو دوست هنا تظهر لك في أيقونة مختلفة لوحدها بشكل مبسط ولطيف. هتلاقي لسه نسبة البطارية موجودة، الشبكة بتاعتك، واي فايك، بلوتوث، مش عارف كل هتلاقي الأيقونات بتاعتك موجودة، على عكس هنا كان بيلغي الأيقونات كلها. طيب نرجع. البلوتوث برضو هتلاقيه كذلك، نفس الكلام كان هنا. طيب في عندك الدارك مود بقى هنا، على عكس ان انت لما كنت بتدور عليه هنا. بس في حاجة الصراحة مش عجباني في النوتيفيكيشن سنتر ده، وهي ان الدارك مود ما بيأثرش فيه اساسا. بمعنى تعالوا نشوف، ركزوا هنا وركزوا هنا. هتلاقي هنا الشاشة لونها اسود ورصاصي والازرق غامق. هنا نفس الكلام، بس لو انا دلوقتي طفيت الدارك مود مفيش اي حاجة اختلفت. يعني انت هتقول في لون ابيض، لا، اللون الابيض ده بتاع الويدجت اللي ورا، انما الشاشة نفسها مفيش فيها اي تغيير. هتلاقي الالوان هي. يعني اهو تعالوا برضو دارك مود تاني، نفس الالوان هي. دارك مود نقفله تاني، هي مفيش اي تغيير. دي حاجة سيئة. على عكس هنا في الوان يو اي 5 كان في تغيير، يعني اهي كان بيبقى الدارك مود مؤثر جدا وشكله لطيف. طيب نيجي برضو الميزة، يعني مش هنظلمه، في مميزات الصراحة في النوتيفيكيشن ده. ان انت دلوقتي في الايديت بتاعه بيبين لك انت عايز تيديت فين. في اللي فوق بس، اللي هما اللي فوق بيبقوا كده تمام، تيديت في دول لوحدهم، على عكس الليست بتاعتك الكبيرة. وعندك دلوقتي اوبشن اسمه instant access، او اللي هو الاكسس السريع، ان انت تدخل على الشريط ده او الستارة دي تفتحها مرة واحدة. لو انت فعلته، لو انت شديت من اليمين الستارة كلها كاملة هتنزل، على عكس هنا لازم تنزل على مرتين. تمام. وعشان تقفل الستارة دي تقدر ان انت برضو من اليمين تقوم شددها لفوق، يقفلها مرة واحدة، بدل ما لسه هتقفل على مرتين. في برضو حاجة تانية زادت، وهي ان علامة ال NFC طول ما انت مشغل ميزة ال NFC هي متفعلة فوق وباينة عندك في الشريط. لو انت بقى عايز تدخل هنا في اي اوبشن زيادة في الحاجات دي، يعني ايام زمان مثلا لو انا عايز افتح الفلاش او ان انا اعدل في الليفل بتاع الفلاش، كنت بقدر ان انا ادوس على الاسم زي ما انتوا شايفين واتنقل في اهو مثلا، واتنقل في الليفل بتاعه. طيب انا لو جيت هنا دوست على كلمة فلاش لايت اهي تاني على الكلمة ما بتأثرش. طب ايه اللي بيأثر او ازاي افتح حاجة شبه دي دلوقتي؟ لازم تفضل دايس على كلمة فلاش او على الايقونة بتاعت الفلاش عموما بقى، وتقدر هنا تغيرهم براحتك زي هنا بالظبط. برضو كذلك اي ميزة هنا لازم تعمل فيها نفس الحوار ده دلوقتي، ان انت تفضل دايس عليها مش على الاسم.
يعني على عكس ايام زمان احنا كنا في حاجات اكتر من حاجة هنا. مثلا كويك شير تقدر تدوس على الاسم، لا كويك شير هنا مثلا دلوقتي لازم تفضل دايس على الايقونة، بس هنا هيدخلك دايركت على السيتنج بتاعها، مش هيدخلك على حاجة زي دي للأسف. ففي شوية تعديلات الصراحة في النوتيفيكيشن سنتر مش لطيفة ومش حلوة، وانا الصراحة يعني مش الشخص اللي عجبني الموضوع ده، وكنت افضل جدا ان احنا نفضل على شبه بتاعة ال One UI 5.